انا ما بفهمش في القطط قد كده، بس للاسف لما لقيت القطه الصغيره اللي لسه مولوده مفتحه عين ومغمضه عين انا للاسف اتخضيت عليها، وانا كده كده خايف اعمل لها اي حاجه تكون غلط عليها، عشان انا لو مش فاهم في حاجه ما بحبش افتي فيها او اجرب على القطه. لا، انا ممكن اجرب على كلاب الاول وبعد كده ابقى اجرب على الحيوانات التانية. ودي قطه وانا ما بفهمش قد كده برضه في القطط، والحمد لله كلمت الدكتور على طول وطلعت على العياده، والدكتور ما تاخرش عليا وبدا اللي هو يفتح لها عينها، وبعد كده جاب الشاش ومحلول وبدا اللي هو ينضف لها عينيها من اللي كان فيه. القطه دي ليها اخت تانية، بس الاخت التانية الحمد لله عنها تمام، بس القطه التانية بتتحرك عنها وبتروح وتيجي، لكن دي بتمشي بتقع على الارض او بتمشي تزحف بسبب عينيها. الدكتور قاس لها درجه حرارتها ونبض قلبها وكل حاجه واطمن لي عليها كويس، والحمد لله القطه بصحه كويسه. القطه الحمد لله بعد ما فتحت عينها لقيتها بطلت تنونة وبطلت تبقى خايفه، والحمد لله رحت جبت لها قطرتين، والمفروض الدكتور قال لي تحط لها 3 مرات في اليوم وان شاء الله هتبقى تمام. والحمد لله القطه بقت كويسه جدا، وان شاء الله نكمل العلاج معاها. وزي ما انتم شايفين اول لما راحت لامها تاني زي ما انتم شايفين الام كانت مبسوطه جدا اللي هي رجعت لها، والقطه فرحانه. وهرجع واقول لك الخير اللي انت بتعمله ده ممكن يكون بيفتح لك ابواب كانت مقفوله، فانت ما تنساش تدعي لي دعوه حلوه.